كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه المنهج ديوشوش أوقات الصلوات المفروضة. فرض لام زخين شلوش متي حقيقة شوي. الصلوات الخمس بخلامز كل منها لها وقت معين. هورة وتلام زخورني شي بلغل خنيو ذو بداية شي يحيي يلش لا تصح إذا قدمت عليها تأخذ خين الحلق داخ جلامة مقت مكش، وذو نهاية شي شقي يلش لا يجوز تأخيرها عنها تأخ إمامة خين الله تحتت مقت مكش. قال الله تعالى دال الله استعيذ بالله إن الصلاة بقى كانت إخل على المؤمنين بثوبنا خنديح كتابا موقوتا فرض أدنا لا أدلنا شيخا بالقلين كور لام دي خندال بالقلين أي كانت فريضة إذا خل فرض أدنا محددة بأوقات مخصوصة أقطع أفتن يلو الخينش بالقلين شيخينش بالقلين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة دوش حديث شكعسيت أن جبريل عليه السلام جبرائيل الملك دئنير آل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمروش دئنير آل بعد أن فرضت الصلوات الخمس بخلامة فرض دين شولت يعرف أوقاتها وسلام ذي خين شوي بيامر نيوزيتش ويضبط له وقت كل منها أخوص بيامرنا بالقل يشهور وسلام ذي خورني خن بالقل يش ابتداء وانتهاء حيول لريحاء شقيا لريحاء نشال كنيسة. انظر حاج سنن أبو داود سنن شو أقا كتاب الصلاة لا مذوج كتاب شو أقا باب ما جاء في المواقيت بوكشوف شمتين. والترمذي شو حاجه أول كتاب الصلاة أقا كتاب الصلاة أول تنيحيني أقا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم دال يلش مبلغ المدر ذلك سلام خينش للمسلمين بصونا خنا بالقول دشت والفعل بلغت. والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس لام ذي خينش قل واشتلو حديث ما رواه مسلم ستيس نردو وغيره إواتش وديس نردو إشت أعمد ستيتنئذ أبو داود ستيتنئذ نسائي ستيتنئذ ترمذي ستيتنئذ ابن ماجه ستيتنئذ وغيره إواتشار. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الله ريز خليلسون عن النبي صلى الله عليه وسلم بيامرخ أنه أتاه سائل بيامر والشجوير أنه أتاه إيالج والشجوير سائل خطر دي شرك يسأله شاتين خطش عن مواقيت الصلاة لا مدخين شخ فلم يرد عليه شيئا. بيامر عليه الصلاة والسلام تنا جواب دلر هم تسائلر تنبو. وفي رواية أخرى قيتش رواية قال يلشنو إيلر تنبوخ يشهد معنا الصلاة حوت أقتويته وقلام زي حول فلم يرد عليه شيئا بوخشنا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الله ريت خليل تودي تنش حديثا أتمتكنا تقيتش حديث ثانة تديز تقيتش حديث تفسير ديز ونال عليه الصلاة والسلام أقا هما تسأولش يبيتن بو معن تخلتن أقا بريدة ديتنا
حديث يعني مخلر بيامر عليه الصلاة والسلام تنك إيلر قال صلي معنا هذين اليومين خشين دين شوح تخويت سان لامت دي قال ومتع. وفي رواية أخرى قيتش رواية عن بوفقو قال إشهد معنا الصلاة تخويت لامت يحخيلحو إيلر بوفق بيامر عليه الصلاة والسلام كنت قال شاء وتسجن الشينة جه أقشين جه لامت خن إذا شين جا شا بلغتا نبراكتيكا إلى ما تخنتون يوزت إتون جا إشت إتون عام وقال بيامر عليه الصلاة والسلام وشتو تون جوابته وشو تربو من عندات. قال صوت يحتو إيلر أقا وأمر بلالا بلال يجا أمر دربوخ أقا وبيامر عليه الصلاة والسلام أقا فأقام الفجر بلاليك أذان دي الأمر ديرتو صوت إحا عورنا مديرتو بوخ حين انشق الفجر ستوس شخينة عورنا مدير بوخ معندت. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ناخ سحابر أو اشتبو زجارك بربوخ أقاون ألشا بود بولش ستسر بود ستوشخين عبود بولشة. ثم أمره توت يحاوي بيامر عليه الصلاة والسلام بلالك أمر دير أذان درسه فأقام بظهري دي الله مديرته حين زالت الشمس ما لغبوزي حد عتوجن شخينة سيقل يقيرا ما لغبوزي حد عتوجن شخينة. والقائل يقول حقق آل أولش تعمو أولشو قد انتصف النهار مالخة مثلا يقبل مثلا دي يقدل وهو كان أعلم منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ساري الغولح وأشوربوه لا مسخنش. ثم أمره تصود إحاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلا ليقى أمر دير أذان دي ألا فأقام بالعصر ما بظلام ديرتو يلجن عليه الصلاة والسلام والشمس مرتفعة مالخة أي بالبرش لقحا برش بوخ. ثم أمره توت إحاء يلجن أذان دي الأمر دير بلا ليك فأقام بالمغرب مارك أجلامة ديرتو سبايمر عليه الصلاة والسلام حين وقعت الشمس مالخ شبزن شخين مالخ قيل بالج. ثم أمره فأقام العشاء توت أمر ديرتو تنجا حين غاب الشفق أقوى سورينا أقوى إتئيلر إتئيلر مالخ شبزن شوت يأخل شلو أقوى مارك جلد يأخل شلو سيقلت إيلر إذا قيل دال شوت. ثم أخر الفجر من الغد بوخ قانا وشوضق شدينا عور لامس يحتي الترسو حتى انصرف منها تأخي بيامر عليه الصلاة والسلام لامس دين والجخينا. والقائل يقول آلشو أولا أولش قد طلعت الشمس مالخة أقا حقيته أو كادت يجرق بوئي حقيته إشتا سيرلو إشتا أتخين يدعتي الترباخ. ثم أخر الظهرة يعديال لامت يحتي الترسو حتى كان قريبا يجرق خلش من وقت العصر بالأمس يالخان دين دولش تولشو ما لبوز لامت خينا جرق خلش إشت يحتي التربوخ تخن ديال لامت شو الله شدين شو. ثم أخر العصر سود إعمال مظلامة يحتي الترسو حتى انصرف منها إتناخوالش. والقائل يقول أولشو آلا أولش قد إحمرت الشمس مالخ تيب اللأ شبوذ جارق بغن بولش. ثم أخر المغرب سود إعمارك أجلامت يحتي الترسو حتى كان عند سقوط الشفق سيالخن خيل يولو يتؤل إمالخ شبوذن شود إعيول شود يتؤل أق سوري يتؤل إدعيال أق أصن جرق خلش. ثم أخر العشاء سود يحول لامس يحتي الترسو حتى كان ثلث الليل الأول أقبوسة حلخينا قوضلخش ديق قاتشلت. ثم أصبع سود يحعور ينقبلش فدعا سائل إشيقا يخاطر لنا الحق قيقنا فقال يلشنو إيليرتنج الوقت بين هذين أقلام خن
هقشين خين يقع يهون أهل انشق الفجر بوغشتريك طلع ضوءه عريان سيرلو حقية بوغمي عنده زالت بوغشتريك مالت عن وسط السماء بوردو سيقل يقير بوزيحة توجه بوغمي عنده المالخ الشفق بوغشتريك هدو الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس مالك بوزن شوت يحا حقية شلو سورينا تيولو يؤذى تيئل اردقز سقوط الشفق بوغشتريك غيابه إتيولو أيلي الأردو وهناك حديث شدو بيّنت بعضما أجمل فيه سوق ذجاء اشتع أو بشم حاخين دولشتول هم إبيل قلبيش أو زادت عليه يا سودوج كما ستراح من يقول خلال اختر في تفصيل وقت كل صلاة خور لامز خنا شاش خيوش وإليك بيانها حويقة هنسحون دعونا إزبيل قلدر بوغتو الفجر مثلا عور لامز خن مدخل يدخل وقت عور لامز خن شيوخ يخل بظهور الفجر الصادق بق يولشدلو أقبق دولشدلو سخلرت ستسرت ويمتد إلى طلوع الشمس إخنلات وتعير لما تخنلات مال حقيتلت ستس دولين شدون سعى مال حقيتلت دوس خود الصونت عير لما تخنخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشنو ألا وقت صلاة الصبح عير لما خن من طلوع الفجر بق دولشتو ستسرت سيجر دون سعى ما لم تطلع الشمس مالخ حسقيتر دائما ميلدو يؤل بوغدو مالخ حقيتس مالخ حالبالس يو إزبوه عندتو رواه مسلم ستيتن حال خرنك إذن عور لامز بقدولشتولو ستسر حدول دلچه بقدولشتول ستسچ دعيولو تونيخن مالخ حقوش باللت اشتلات تونيخن مالخ حقيت لي لا مزا إدقي شيخين شو أخلق تونس شو أظنك الظهر ديال لا مزدو يبدأ وقته تنخن دعيولو بانحراف الشمس مالخة توجرت عن منتصف السماء السيجل يقير نحو الغروب مالخ بوزيحا يتويشج ويسمونه الزوال أوتنخ الزوال بوخترك إذا مالخ بوزيحا دع توجردو دع كرشردو حين يظهر للشخص عندئذ ذل مالخة بوزيحا إذا تويشج للشاخص دعيو غنيش حين يظهر للشاخص دعيو غنيو للشولشومنا عندئذ ذل عندغ قوش دول يسير تحك إزق عندغ يبدأ بالامتداد عندغ وجيد داخل دعدولو نحو جهة الشرق مالغ بولي آغوانكحا هم تقالش مالغ بوزيحا آغوار بيالش والدعيو غنلاش هما عندغ مالغ بولي آغو حادوش ويسمونه ذل الزوال أوتنا تأيوخ بوغتون تنخو أول أجل ذل الزوال أوتنخ مالخ بوزيحا دعتويش قوش دولشتلو عندخ ويمتد وقته أصدير غلامز خن يخلو إلى أن يصير طول ذل الشيء مثله تأقوت دعيوة غن لا تشول تشهومن عندغ تنبار محا خلوز علاوة على ذل الزوال الذي كان علامة على أول وقت مثلا يدعيوة غن لا تشول شو يذل الزوال إلق ويتعك أزق عندغ مالا بوزيحا كيرش أس دعيوة غن لا تشول شومنا جيم حقوش دال دولش أس عندغ القيء صو دبل نيتل نقيء إذا اتحن تول صونخ إلى أورش دوش تول صونخ أو دعيوة غن شومن بارميح أس همان عند خلشة
تيجع ديال لامز خين تشقي يؤلف. روى مسلم سديسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إرشن قال إيلر ألا وقت الظهر ديال لامز خن إذا زالت الشمس مالخة بوزي حاد عطو يجتشيو وكان ذل الرجل كطوله مثلا قونخشنا وكان ذل الرجل قونخشن عندك كطوله تنا لقل بار محضر شهر ما لم يحضر العصر لا ما بذ خنا حاس خلاح قولوا ما بذ مسخن حخل حاس خلاح حخل ت إسجر دعيو الرئيس قونخشنا مثلا عندك جيم مال بوزيها كيرتش جيم مال بولي عتون جيم عند خلتش أوتو تول صونخ قئة أتقونخ تشنا بارمح قئة عندك خلل تخلو تشنا خنبو خلدقس. العصر مال بظامز يبتدئ وقته تشن خند عيولو بنهاية وقت ظهر ديال لامت خند عما يلا مال بظامز خند شيوخ ويستمر إليه حتى تغرب الشمس مالخ شبوز زوت. دل على ذلك سنت أنيس بنا قوله صلى الله عليه وسلم في مردشو ومن أدرك ركعة من العصر مال بظلام زخه تحركعت دقيقا والشوستق قبل أن تغرب الشمس مالخ شبوز لي قيل بالني حلخ فقد أدرك العصر مال بظلام دقيقا إزال. رواه البخاري سديد ومسلم سديد. ولكن الاختيار هتي أقول أحدرجه خارجا درج أن لا يؤخرها المصلي لامز يشوه يلامز يحسد التردو عن مصير ذل الشيء مثليه علاوة على ذل الزوال. أقاد عيوة غني الشون شومن عندها تنتول الشواز سو دالش أما لا يؤخرها المصلي عن مصير ذل الشيء مثليه أص دعيوة غني الشون شومن تول الشواز عند خلالس اللي ذل الزوال لقيتون طول قي دبلنيت لقي صو خلالس يحسد التردب وخويس لما مر معك في حديث المواقيت ذلك شوي حلقة أطلام تخين شدوج حديث يح حدي أندلش طولش أطهم دحا ولقولي صلى الله عليه وسلم قيامر آل ديلة ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ما لم تخلنا ما لخا ما جبل تيوء. رواه مسلم سيتنز وهو محمول على وقت المختار. إذا يبايمر عليه الصلاة والسلام قال يلشلو إذا خارجا يلشلو وقت تتأتدن دو إزموخ. المغرب مارك أجاء لا مدخن يبتدئ وقته تنخن عيولو بغروب الشمس ما لخشبو زرسة ويمتد إلى حتى يغيب الشفق الأحمر أقسورين تيلر إذا يقيل دالز ولا يبقى له أثر في جهة الغرب أقص ما لبوسش وراح وتسا ما لخشبو شود إعحا خل شولش تقولي أقصي قاعدتنا خم تديسلس إشتلات مارك أشخن باخ. وشفق الأحمر إنسا إذا والشفق الأحمر بوختر إذا سورينا تأقات إيلر ما لخشبو شود إعحا ما لبوز إعحا يلشلو ساعت إيلر هو بقايا من آثار ضوء الشمس ما لخنا سيرلونا خيسن يلشلو تحت الليرشيوش يظهر في الأفق أقاط غوريزون تاع إيش عقوش دولش الشرقي في الأفق الشرقي عند وقت الغروب وستوش غوريزون تاع عقوش دولش عند وقت الغروب مالخ تشوبو زرنجرجع. ثم إن الظلام يطارده نحو الغروب صوت يحابود نو إشت مال بوزي حالوال إذ شيئا فشيئا جمجم. فإذا أطبق الظلام تقبود أغبلشة وامتد إلى الأفق الغربي أوت مالخ شبو ذرة شبو زنشول يعيولشول يسن يولشول يتسؤل إذا أوت مالخ بوزيحا إذا دعيا خيلشة
وزال أثر الشفق الأحمر أتئل أقتن لرشق يلش، فذلك يعني انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء. إذا تنالو اشترق مالك أجخان دعية له بحول لما تخنا شوي أن بوخشترق دو اسمه بحول لما تخنا تأي أن بوخشترق دو اسمه. دل على ذلك تسونت أن يسفنا حديث المواقيت لا متخينش يجدلش حديثه مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلجندش تعنى وقت المغرب مالك أجخان ما لم يغب الشفق تأقى إتئل قيل يالا وتدوء رواه مسلم ستيتنس. العشاء بحول لامتخن يدخل وقته تنخن تيوغ بانتهاء وقت المغرب مالك أجخن دعايا لط، ويستمر خان بحول لامتخن لات إلى ظهور الفجر الصادق بقدر اشتغل 6 ساعات حول لامتخن خلات. والاختيار خارجا درجة غول عدرك أن لا تؤخر إتيحت التردو عن الثلث الأول من الليل بيسن حال خرج قاعدة قال إتيحت التردو. والمقصود لوش درك بالفجر الصادق بق يولشول دولشتول 6 ساعات بوخش لوش دركودو أرجع ضياء ينتشر سير يؤز ينتشر شا يرجش ممتدا شا يرجش مع الأفق الشرقي مالخ بال آغونيح اشتيارش يؤز يوخلا، وهو انعكاس لضوء الشمس مالخ سيرلونا سنة حدوح الحق لشا لوشي شيق وشوتي تقبل من بعيد جينر حد أيورش. ثم إن هذا الضياء يسيرلو يعلو نحو السماء سجل آغور لقيول إذ شيئا فشيئا جمجم إلى أن يتكامل بطلوع الشمس مالق حقية شغناح قوت شغل إشباقته. ودل على وقت العشاء بحول لما تخينت أنيس بنا ابتداء وانتهاء واختيارا إتنا تن يحيي تن شقي تأخذنا خارجا يلشر غولع يلشر شخنا أسمصه هما تأنيس بنا ما جاء في حديث المواقيت لا متخين شيوش دي أنش دولش حديث يح مع ما رواه مسلم سديسا شنسعن وغير إيواتشو عن أبي قتادة رضي الله عنه الله ريت خليلسون أنه صلى الله عليه وسلم قال يلشنو يبرعل أما إنه ليس في النوم تفريط نابر يحدات بار ملت يخوي لرعل نبقى تعويث بار ملت يخوى لردات لدر الويردات. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ملوي نرجو بار ملت يخوى لقى إذو لا مزا تسدي الشاعين وقلا مزخنت إقاتشوزل. فدل على أن وقت الصلاة وحديث تنس فينا لا مزخن لا يخرج لا مزخن دعت سيول إلا بدخول غيرها وجلا مزخن تأيش بدعت سيول بو. وخرج الصبح علا مز يقر دالدو من هذا العموم وعموم وخون دالج علا مزخن مال ديال قلا مزخن خلال صلاة ونرجعوا مزخن مال حقيقة الصلاة شو مال حقيقة شو يعني عيول شو. هذه هي أوقات الصلاة الخمس هرشة وسو بارت بخيلا متخين شو. ولكن هتي ينبغي تامل شتو أن لا يعتمد المسلم أن لا يتعمد المسلم بسل سجه لأمح تأخيرها أن لا يتعمد المسلم تأخيرها بسل سجه لأمح يحسد يتر إلى أواخر أوقات يا شيخين شقين يحتيت محتاجا باتساعها يخان الشوارت يبوخش، إذ ربما تسبب عن ذلك إخراجها عن وقتها خلتر له يبقى عن دولشة تو إلى من شيخين الآرد أختر له خند عيايد، بل ربما تسبب عن هذا التهاون تركها إلى درلو إمال ويربح عن دولش لا مزدت بحن خواتر له. وإنما يسن تعجيل الصلوات لأول الوقت سنة دو لا مشيخين يحيى حدر بوخو
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيمريك خيات نير عن أفضل الأعمال عمل أشخ أقريال يزرق ملغ يزنق ملغ يالشه فقال يلشنو آلير الصلاة على وقتها شيخين جعدين دولش دولو لامذو أي عند أول وقتها شيخين يحيى عدين دولش دولو لامذو رواه البخاري سديسني ومسلم سديسني. واعلم حون خالح أن من وقع بعض صلاته في الوقت مثلا تحني لامذ تحدرق أقول يتحركعت يشركعت لامذ خين شوح دوج مثلا قودلش مرمض لامذ خنخل مثلا بخمينوات يالش قودولش لامذ دعوة تعشيرة حركعت يشركعت دقيقة إذ قود إلى إدين لامذ إحولش وند إحتت ديسن أقص لامذ إحولش قود شوجة مرمض لامذ خين شوه إذبوه إبوه الدويس وبعضها خارجه صدر أسخين الآرع دوغودو مثلا قو مدال مرمض لامذ إخان تيج حلال شركعت دقي إن قود دال شركعت دال خين شو عديسو وجبوه ديسن شركعت أتصول آرع ديشو وخدال خين الآرع ديسو إدعيله فإنه إن وقع ركعة في الوقت مثلا ركعت وتخين شوح دوجح كانت الصلاة أداء إلى مذ شيخين شو عدين لورردو شيخين شو عدين شلام زخ أداء أول وإلا تدوجع مثلا دال لامت تتدلتن قودال شمال بوتخنخل قولامت عديخكن فاتحة داش ركوع سجود دينهر تحركة عدين والي مال بوتخنخلق أتنخت أقا قضاء إيردو بوتو دوقشتين لامت إيردو ودليل ذلك دليل ما رواه البخاري سديس نردو ومسلم سديس نردو عن أبي هريرة رضي الله عنه الله ريز خليلتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرشم إيلر من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس تحركعت شاعر لامزخ الدينر والشولستق مال حقيت لحلخة فقد أدرك الصبح عور لامزخ إز بوغ معندك. ومن أدرك ركعة من العصر مال بوزلامزخ تحركعت دقيقا والشولستق قبل أن تغرب الشمس مالخة شبوث لحلخة فقد أدرك العصر مال بوزلامز شيخين أحدقئنا إزال. وقوله صلى الله عليه وسلم وديل الشندوش من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة بوش. وقوله تندليل وقوله صلى الله عليه وسلم وديل الشندوش من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لامزخ تحركعت شيخين شو عدقي أنه وشولستق لامز دقي أنه إزال رواه البخاري ستيتن ومسلم ستيتن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.